اول حاجه غنتكلم عليها هي هاد الناس اللي كيتكلموا على الواتساب وعلى الواقعه ديال الغش وعلى حكا راه استعمل الواتساب. انا نتحدى اي واحد دابا من هادو اللي كيكتبوا يجيب البيسي يحل الواتساب ويحل معاه لا سيسيون ديال الامتحان ويورينا كيفاش غنقول. ها البيسي قدامك، ها الواتساب وهذا، ورينا كيفاش غادي تنقل ديك الساعه، ورينا حنا تيديكم الا كتهضروا على هذا الشيء. لان الا كان اللي كيكتب ولا اللي كيهضر مسطي، اللي كيسمع خصو يكون بعقله، ملي تجي المعلومه يعرف يحللها مزيان ويعرف علاش كيتكلم. هذا واحد. ثانيا مزيان كاع هذوك الصفحات وهذوك اللي كيقولوا عندنا الدليل وعندنا البرهان وعندنا مزيان الدليل والبرهان مني ان شاء الله. هاد المحاضر ها هي 3 المحاضر، ها 1 ها 2 ها 3. منين ان شاء الله هاد المحاضر تحط وتحدد الجلسه، جيبوا معكم الدليل والبرهان وجيو قولوا اشنا هو داك الظاهره هاد الواقعه ديال الغش اللي تبتوا فيها هاد محمد بن العودي. وديك الساعه المحكمه ان شاء الله من طالبكم بالدليل والبرهان يعطيو للمحكمه. انا ما محتاجش تعطيوني الدليل والبرهان، اللي كل واحد عارف الحمد لله شخصيته وعارف راسو واش كيسوى. هذه الثانيه. الثالثه اللي هي كامل الشرف، ونقولها ونعاودها، اللي هي كامل الشرف انني نكون اول صحافي مغربي كيمشي يجتاز ذاك الامتحان. الا ما خفتش نكذب، لا كان شي واحد قبل مني الله اعلم. نهضر على هاد الامتحانات 3 اللي دازوا، انا الوحيد صحفي